السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ وحشتوني والله. النهاردة جاي اقول لكم، طبعا احنا عصافيرنا بايضة مع بعض، اللي يعني متابع معايا السلسلة. عصافير باضت ورقدت وبقالهم كده حوالي 18 يوم او 19 يوم. فتعالوا نبصوا ايه على العشوش. سموا الله يا رجالة وصلوا على النبي. اهم حاجة صلوا على النبي. تمام، نبدأ بالجزء اللي فوق. فك الوايرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سموا الله يا رجالة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك. 3 فأس يا رجالة وناقص 5 بيضات. هي كانت بيضة 8. اللي متابع معايا السلسلة عارف اللي هي بيضة 8. نتاية لاتيني هي لاتيني يعني حمر. تمام، العش تمام، كل حاجة تمام. نقفل عليهم بس عشان الساعة. طبعا في الأوقات دي مينفعش خالص تقدم خضرة أو أي حاجة فيها مية. انت تعمل إسهال للزغاليل طبعا في الوقت ده. وبرضك مينفعش تحط دنيبة خالص في الوقت ده، هتصعب المسؤولية على الجوز. دنيبة ما تتحطش في الوقت ده. تمام، نفتحوا الجوز ده. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. الله اكبر. طبعا دي في حاجة حصلت غريبة. بيضت يعني فقست أول بيضة. هي دي كانت بيضة 8 برضك. فقست أول بيضة والزغلول كان تمام وآكل ومأكلينه والدنيا تمام. فقست تاني بيضة، فبفتح بشوف لقيت ناقص زغلول أصلا. بدور عليه، قلبت عليه البلكونة، قلبت عليه السبت كله، مش لاقيه. راح فين مش عارف. بس طبعا عشان الجو ساقع والسور حنية. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. طبعا الزغاليل كلها أكل اهو، شايفين الأكل. بسم الله ما شاء الله. حط لايك يا عم، مستني ايه يا عم؟ اشترك في القناة يا عم لو انت عندك عصافير ومهتم بالعصافير وبتحبها. اشترك في القناة هفيدك بكل حاجة. طبعا عندنا حمام، بس ده فيديو ده للعصافير. تمام، ثانية بس اغطيهم. تمام كده. دلوقتي نعمل لهم ايه؟ وجبة بيض. تمام، ده لازم طبعا اول ما العصافير تكون بايضة او عندها زغاليل لازم مرة في الاسبوع او مرتين، اقل حاجة مرة في الاسبوع. هي كبشة كده. تمام، ناخدوا الأكلة. بس طبعا بس الفرد مستعد للأكل. تعال شوفوا ردة فعله. بسم الله ما شاء الله. طبعا انت لو مش معود عصافيرك على الأكل الطري لازم تجوعهم وتأكلهم بقى بعدها بساعتين كده. تجوعهم ساعتين. بس هبص بردك الفرد ده اهو. طبعا هم مش جعانين، انا شايل اكل من قدامهم دلوقتي، بس هم عشان متعودين وعندهم زغاليل. طبعا بتحط قشر البيضة، بتحطه ما بترموش، بتكسره وتفتفته وتحطه لهم بردك. تمام، تعال نحطه للكوكتيل ده عشان من عندهم الأكلة. طبعا هاتلهم لب عشان من عندهم اللب. حطه هنا. حتى ركزوا هتلاقوا القش بردك اهو. القش ده قشر البيض بردك، مبرموش بقى، فتفته تحطه جوه البيض بيتاكل معاه. ده مفيد بردك. يلا روح كل. الكوزين كاملين بياكلوا. تمام، بص على الحمام.
في اخبار جديده عن الحمام، بس ايه خليه في فيديو لوحده. دي السغاليل الشباب بتاعتنا. تمام يا رجاله، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو استفدت من الفيديو تعطينا لايك، واي حد محتاج اي حاجه يكلمنا رجاله، رقمي هيكون في التعليقات تحت، اول تعليق مثبت هتلاقي رقمي. اي حاجه كلمني، انا تحت امرك. انا من اسكندريه من كرموز، واي حد قريب مني يكلمني وانا تحت امره في اي حاجه. تمام يا رجاله، يلا سلام.